من نص كيلو صدور فراخ عملنا وصفتين والاتنين احلى من بعض، ان شاء الله محدش هيختلف عليهم ابدا. يلا بقى اتفرجي على الفيديو للنهايه، وما تنسينيش باللايك وتشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد. وهقولك ازاي هتعملي وصفتين حلوين وكمان اقتصاديين قوي، وهينفعوا معاكي في رمضان وهينفعوا معاكي في اي وقت حابه تعمليهم. وكمان في وصفه فيهم هتنفع معاكي في الفطار، تنفع في الغدا، تنفع في العشاء، حلوه قوي قوي. يلا بقى نبدأ نعملهم مع بعض. هنعمل مع بعض البطاطس البيوريه اللي انت شايفاها قدامك دي، حلوة وسهلة جدا جدا جدا. وهنعمل مع بعض المكرونة بالبشاميل. احنا عملنا المكرونة يا جماعة مع بعض كتير وكانت سهلة قوي قوي. المرة دي هنعملها اسهل واسهل. تمام. اول حاجة هجيب معايا 3 بطاطسات كبار، هغسلهم كويس جدا وهقطعهم، هقشرهم وهغسلهم وهقطعهم اي تقطيعات بقى زي ما انت شايفة كده، وهسلقهم على النار. تمام. بس بعد كده بقى هجيب معايا، بعد لما خلاص دولت خلاص غسلتهم هحطهم على النار. هبدأ بقى اجيب معايا النص كيلو صدور الفراخ، ده نص كيلو من صدور الفراخ. تمام. هنعمل بيه وصفتين حلوين قوي قوي، وزي ما قلت لكم اقتصاديين كمان. هجيب بقى صدور الفراخ دي وهقطعهم حتت صغيرة جدا. تمام. حتت صغيرة قوي، هقطعهم كده بالمقص بتاع المطبخ، وهبدأ اقطع حتت صغيرة زي ما انت شايفة كده. انا صراحة كنت حابة ان انا افرمهم، بس انا مرضتش ان انا افرم لان انا يعني حبيت ان انا يكون الفراخ باينه وظاهره اكتر بالشكل ده. تمام. هقطع بقى مكعبات حتت صغيره كده، مكعبات صغيره وحتت صغيره زي بقى ما تحبي، بس بالمقص كده وهقطعه. هجيب بقى كده بصلتين كبار او 3 متوسطين كده زي ما انت شايفه، وهفرمهم في الكبه. تمام. ممكن لو انت مش حابه تفرميهم في الكبه، قطعيهم حتت صغيره جدا جدا بالسكينه. بس في الكبه كده فرم خشن هيبقى افضل طبعا واسرع، وهيطلعوا معاكي حلوين ان شاء الله. تمام. هفرمهم كويس جدا في الكبه زي ما انت شايفه كده بالطريقه دي. هجيب بقى معايا فلفل اخضر وهقطعه حتت صغيره. ويا ريت بقى كمان لو عندي فلفل الوان، بس انا ما كانش معايا فلفل الوان، فكان عندي الفلفل الكوبي الاخضر ده، قطعته حتت صغيره برضو مكعبات صغيره. هبدأ بقى اقطعه كده حتت صغيرة جدا. ويا ريت تقطعيه بالسكينة، بلاش تفرميه في الكبة الفلفل، عشان ايه؟ ما ينزلش المية بتاعته كلها. هبدأ بقى كده اقطع حتت صغيرة، انا بحبه كده يبقى صحيح كده اكتر. بس هجيب بقى طاسة على النار وهحط فيها معلقة من السمنة او من الزبدة، او ممكن تحطي ميكس مع بعضه سمنة وزبدة او زيت وسمنة، العكس يعني، اي حاجة بقى، اي مادة دهنية متوفرة عندك استخدميها. هبدأ بقى كده انزل اول حاجة بالبصل. هنزل بالبصل بقى لحد اول ما يدبل معايا كده. اول ما يبدا يدبل معايا هنزل بالفلفل كمان، او ممكن انزل بالفلفل معاه برضو عادي مفيش مشكله يعني. هما الاتنين يتبالوا معايا مع بعض. وبعد كده بقى هنزل بالفراخ عليهم. هقلب البصل كده. البصل الابيض يا جماعه بيبقى حلو جدا جدا في اللحوم او في الفراخ، بيبقى طعمه حلو جدا جدا بجد. انا بحب استخدمه في اي عصاج او في اي توابل للحمه او اي حاجه. انا بحب استخدم البصل الابيض بجد، فعلا هو افضل واحسن بكتير من البصل الاحمر. هقلبه بقى كويس جدا البصل، وهنزل عليه بالفلفل اللي انا قطعته. وزي ما قلت لكم الوصفه دي لو فيها فلفل الوان احمر او اصفر بيبقى احلى بكتير بكتير. بس بجد يعني انا ما كانش متوفر عندي غير الاخضر فاستخدمته بقى وخلاص. هنزل بقى بالفراخ اللي انا قطعتها، وهقلبها برضو هي كمان كده معاهم. طبعا الفراخ مش بتاخد وقت كتير في التسويه، بسرعه قوي وهلاقيها استوت ان شاء الله. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي واظبط الملح. البهارات بتاعتي 7 بهارات وفلفل اسود وملح، بس مش بحط حاجه اكتر من كده. ولو حابه تحطي مكعب مرقه حطي، مش حابه ما تحطيش. بصراحه انا بحب استغنى عنه لان انا بحب البهارات دي اكتر. بس هقلب بقى كل الحاجات دي كويس جدا كده مع بعضها، وهسيبها بقى كده تستوي مع بعض. الريحه بجد حلوه جدا جدا. جربوا يا جماعه الوصفه، ولو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت بقى ما تنسونوش باللايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. يا رب بقى تدعموني، لان ان شاء الله قناتي مش هتكبر غير بفضل ربنا وبيكم ان شاء الله. هسيبهم بقى كده مع بعض. هجيب بقى البطاطس اللي انا كنت سلقتها، وهحط عليها برضو البهارات الملح والفلفل والسبع بهارات، نفس البهارات اللي انا حطيتها على الفراخ هحطها برضو على البطاطس. واظبط برضو الملح ومعلقه زبده، وهقلب بقى الحاجات دي كلها كويس جدا جدا. وهجيب كوبايه من اللبن وابدا بقى ايه، هقول لكم هعمل فيها ايه. بجد يا جماعه وصفه البطاطس دي حلوه جدا جدا.
هجيب كوبايه اللبن وابدا بقى ايه انزل بيها حبه حبه كده على البطاطس. دول 3 حبات من البطاطس الكبار. ابدا بقى كده اهرس في البطاطس زي ما انت شايفه كده، وانزل باللبن برضو حبه حبه كمان، وهقلب كله مع بعض. بجد الاكلتين بتوع النهارده دولت بجد فعلا حلوين، مش هيكلفوك كتير لو عملتيهم، وكمان مغذيين قوي قوي، وينفعوا معاكي تعمليهم في رمضان او تعمليهم جنب اي اكل. انتي عندك ضيوف مثلا، لو عندك ضيوف وحابه تعملي اي صواني في الفرن فيها بشاميل او اي حاجه، ممكن تعملي الصينيتين دول معاكي هيبقوا حلوين برضو قوي. هبدا بقى اعمل البشاميل. طبعا انتوا عارفين البشاميل بتاعي انا بعمله ازاي. البشاميل بتاعي انا مش بحمر الدقيق في سمنه ولا زيت ولا زبده، انا بحب احطه على اللبن كده على طول. ده كيلو ونص من اللبن، نزلت عليه ب6 معالق من الدقيق ومعلقه من السمنه ورشه فلفل اسود وملح. تمام. الملح طبعا ده حسب الرغبه، انت ظبطي ملحك زي ما انت عايزه. هقلب بقى كويس جدا جدا لحد ما يديني قوام الحلو جدا الكريمي. لو جربتوه يا جماعه بالطريقه دي البشاميل هيبقى حلو قوي، وبجد فعلا طعمه حلو جدا جدا. ممكن تنزلي بيه تنزلي في البشاميل ده بمعلقتين من القشطه او الكريمه، كمان بيخليه قوامه حلو جدا جدا، وبيخليه طعمه احسن كمان لو حابه تنزلي بيهم. هجيب بقى صينيه معايا وهحط فيها معلقه من السمنه، وهوزعها كده كويس في الصينيه. البطاطس بقى اللي انا ظبطتها وسلقتها معاكم اللي انتوا شفتوها شويه من شويه كده، هنزل بيها كلها في الصينيه. كل البطاطس هنزل بالكميه دي كلها كده في الصينيه، وهوزعها كويس قوي. شايفه كانت حلوه جدا وكريمي قوي قوي. كوبايه اللبن يا جماعه بتفرق معاها جدا جدا، جربوها بجد حلوه وطعمها حلو ومغذيه جدا جدا. الفراخ بقى اللي احنا ايه عملناها مع بعض، هاخد بقى كده منها وهحط على طبقه البطاطس. هبدأ اوزعها كده زي ما انتوا شايفين. هوزع كده مع بعضه بس، وهاخد طبقة بقى من البشاميل، بس انا مش حابة احط كتير بشاميل، بشاميل خفيف بس كده. وهحط بقى على الوش خفيف بس، يا دوب بس انا عايزاه ايه طبقة بس كده تحمر لي الصينية وخلاص. بس بجد بيبقى طعمه حلو قوي قوي معاها. دي حلوة جدا يا جماعة، مش قادرة اقول لكم طعمها حلو قوي قوي. تاكليها كده بقى بالعيش، مش قادرة اقول لك جميلة جدا جدا بجد، تستاهل التجربة. جربوها وان شاء الله تعتمدوها على طول، هتبقى حلوة جدا جدا. دي تنفع معاك كمان في السحور لو حابة تعمليها في السحور، حلوة قوي قوي. تنفع بقى فطار سحور غدا عشاء، اي حاجة هتمشي معانا ان شاء الله. هبدأ بقى كده احط معلقة من السمنة واوزعها على وش الصينية. ولو عندك اي نوع جبنة بيسيح او جبنة رومي او اي جبنة، حطيها برضو على الوش، هتدي طعم حلو جدا جدا. بس صراحة انا بفضل احط السمنة او الزبدة بس، بيبقى طعمها حلو برضو كمان جدا جدا. هبدأ بقى اجيب صينية معايا برضو، وهوزع فيها برضو معلقة من السمنة كمان، وهعمل بقى صينية المكرونة برضو معايا. شايفين بنص كيلو بس من صدور الفراخ عملنا وجبتين حلوين جدا. عملنا صينيتين يكفوا كذا وجبة كمان، يعني كذا فرد هياكل منهم ان شاء الله. وبجد حلوة جدا جدا ومغذية، واكلتين حلوين وطعمهم كمان كانوا حلوين قوي قوي. وانتوا عارفين بقى محدش بيختلف مع المكرونة، وان شاء الله البطاطس كل اللي هيدوقها هتعجبه اكتر من المكرونة كمان. لو وصلتي معايا بقى لحد هنا يا ريت برضو ما تنسونوش باللايك وتشتركوا في القناة. هوزع بقى كل كمية الفراخ اللي باقية على وش الصينية كده، شايفة. وبعد كده بقى انزل بنص المكرونة الباقي. المكرونة دي يا جماعة انا مسوياها 3/4 تسوية، مش بسويها تسوية كاملة. تمام. انا بحب اسويها 3/4 تسوية. هنزل بقى بالبشاميل كله كده ايه في الصينية. انا بحب البشاميل كتير قوي قوي في المكرونة، وكمان بحب يكون زي ما انت شايفة كده، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، يعني قوامه يكون كريمي وحلو كده.
هحط برضو كمان معلقه من السمنه واوزعها على وش الصينيه. السمنه يا جماعه لما بتحطيها كده على وش صينيه المكرونه او اي صينيه هتحمريها في الفرن زي البطاطس او الحاجات دي، بتحمر معاكي بسرعه جدا وطعمها بيبقى حلو كمان جدا جدا جدا. ولون التحمير بتاعها مش بيبقى محروق كده، لا بيديكي لون ذهبي، لون حلو. اول ما تطلع دلوقتي من الفرن هتشوفيها، بجد فعلا تستاهل التجربه وتستاهل انك تعمليها بالطريقه دي. شايفه بقى جمالها لما طلعت من الفرن كانت عامله ازاي؟ شايفه الجمال؟ حلوه جدا جدا. جربوها، ما تنسوش بقى ايه تعملوها بنفس الطريقه دي كده. شايفه الجمال وشايفه لونها وحلاوتها؟ حلوه جدا جدا. البطاطس كانت جميله يا جماعه جدا جدا. البطاطس شايفين بتعمل لكم ايه؟ بتقول لكم يلا بقى اعملوا لي لايك وما تنسوش تشتركوا لي في القناه. ويا رب يا رب يا رب كل سنه وانتم طيبين وبخير. شايفه المكرونه كانت حلوه وجوسي كده وجميله قوي قوي. شايفه جمالها؟ حلوه جدا جدا. انا صراحه بحب اقدمها وهي سخنه كده، مش بستنى عليها لما تبرد ابدا، لان المكرونه حلوه جدا وهي سخنه. يلا بقى ما تنسوش تدعموني باللايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. ورمضان كريم عليكم يا رب، وكل سنه وانتم طيبين يا رب، وبيتكم دايما مليان بالخير والفرحه والسعاده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.